الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. طبعا يوم حزين لكل الزملكاويه، خساره السوبر امام الاهلي بثنائيه نظيفه في ماتش الزمالك لعب فيه والاهلي كسب. ضيعنا فرص كتير قوي، كان عندنا فرصه ان احنا نتقدم من الشوط الاول كالعاده، كعاده ماتشات الاهلي والزمالك بنضيع المكسب من ايدينا. فرص بالجمله بتضيع في الشوط الاول، في الشوط التاني برضو انت مستحوذ وبتضيع لكن مش قادر تسجل هدف. حتى الهدف اللي جبته اتلغى بلمسه يد. يستروب مدرب الاهلي عرف يتفوق على احمد عبد الرؤوف في الملعب، حتى في تغييراته عرف ازاي يقدر يلحق نفسه ويلم فرقته تاني. آه، ليلة حزينة، أنا زعلان زعلان لأن كان في إيدينا مكسب. نقدر نكسب النهاردة وكنا نقدر ناخد البطولة، كنا عاملين ماتش حلو. لكن للأسف هم عرفوا يسجلوا، يعني الحظ كان محالفهم وعرفوا يسجلوا جون، والتاني توقيتات الأهداف كمان كانت رخمة قوي. يعني الجول الأولاني في نهاية الشوط الأول وأنت طالع 0-0 وأنت كنت مضيع جونين قبليها، ف يعني توقيت يجيب إحباط لأي فرقة. لكن هرجع اقول لك الحمد لله. البدايه كانت غلط من احمد عبد الرؤوف، التشكيل كان غلط، اختياراته كان فيها حاجه انا لحد دلوقتي مش فاهمها. ليه ما بداش بسيف الجزيري؟ ليه لما بزيرة جاهز ما بداش بيه؟ آه، ما اعرفش اختياراته كانت بناء عن ايه، لكن هو صلح ده في الشوط الثاني بدري، لكن كان بعد فوات الاوان، كان الاهلي جاب جول واخدوا ثقه، فما كانش التغييرات ما لحقتش تعمل حاجه، خصوصا ان الاهلي سجل الجون الثاني في توقيت برضه رخم في الشوط الثاني اللي هو جاب لك احباط. خصوصا وكمان الزمالك بعد الجون اللي جبناه واتلغى، بعد ما احتفلوا واتلغى الكرة دي عملت حالة احباط، اللي هو خلاص احنا حسينا ان احنا نرجع وبدأت تفك، فاتلغى الجون في نفس الدقيقة. فدي طبعا عملت احباط للعيبة، شفتها في الملعب. الزمالك محتاج تدعيمات، نرجع تاني. ده يرجعنا لنقطة مشاكل الزمالك. مشاكل الزمالك كتيرة ومؤثرة على الفرقة وباينة جدا، يعني باينة على اللعيبة، باينة على أداء الفرقة. ما فيش مدرب مستقر معاك، لعيبة ما بتاخدش فلوس. انت محتاج صفقات كتير، محتاج تدعيمات في بعض المراكز لازم تدعم فيها. ما عندكش طبعا فلوس، عندك ايقاف قيد، مش تعرف حتى تجيب لعيبة الا اذا حلوا حوار ايقاف القيد ده ان شاء الله، يعني عرفوا يتصرفوا فلوس ويحلوه. لكن شايف انه الزمالك محتاج تدعيمات في مراكز كتير. الزمالك عنده نواقص كتير، بانت اول النهارده في الملعب، بانت قدام بيراميدز برضو في الملعب، لكن انت كنت عامل جيم دفاعي بحت، فعشان كده طلعت بالتعادل وكسبت الضربات جزاء. النهارده انت حاولت تهاجم الاهلي، حاولت تضغط على الاهلي، ضيعت فرص، لكن شفت لما كان بيجي هو يهاجمك بسهوله بيقدر يعمل عليك خطوره، رغم ان الاهلي مش في احسن حالاته. الاهلي مش حلو، الاهلي مش فريق فايق. كنا نقدر النهارده نكسب، وده اللي مزعلني. شايف انه يعني انا انا بدعم احمد عبد الرؤوف طبعا، كل الدعم لاحمد عبد الرؤوف. الراجل لسه مستلم، ومستلم الفرقه اصلا فيها مشاكل، ما لحقش يعمل اي حاجه مع الفرقه. تجربه، لازم نديله فرصته، لازم ندعمه، لازم نبقى في ظهره وياخد فرصته كامله. الفتره الجايه ان شاء الله يكون القادم ليه احسن ويتعلم من اخطائه. لكن النهارده هو تحمل جزء كبير من النتيجه. بدايته ما كانتش موفقه، اختياراته ما كانتش موفقه تماما. تشكيل غلط. ما اعرفش، يمكن هو كان شايف حاجه في التدريبات، هو ادرى طبعا، هو كان شايف حاجه في التدريبات على اساسها اختار اللعيبه. لكن انا شايف ان التشكيل غلط، كان لازم سيف الجزيري على الاقل يبدا. بدايه سيف فاروق جعفر ما فهمتهاش، وما فهمتش كان دوره ايه في الملعب او مركزه ايه في الملعب. لكن في الاخر الاهلي كسب. طبعا مبروك لكل جمهور الاهلي، هارد لك لكل الزملكاويه. طبعا النهارده يوم حزين، لكن القادم افضل باذن الله. يعني هندعم الزمالك، هنفضل في ظهر الزمالك، احنا بنشجع الزمالك في كل الظروف وفي كل الاحوال وفي كل الحالات. احنا في ظهر الزمالك ورا الزمالك ايا كان. لكن كان نفسنا نتوج بالبطوله دي النهارده، كنا محتاجين كاس السوبر ده قوي. بطوله كانت هتفوقنا وتدخل اللعيبه في اجواء المنافسه على الدوري تاني. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله يعوضوا في ماتشات الدوري الجايه، لسه المنافسه طويله، لسه عندنا منافسه على الدوري مستمره، عندنا بطولات، عندنا كونفدراليه، عندنا كاس مصر الموسم الجديد. نبني على اللي موجود ونحاول نوفر استقرار الفتره الجايه ان شاء الله. المشاكل اللي عندنا تتحل ويعود الزمالك للمسار الصحيح. هي خساره مباراه ليس اكثر. مش هنهد المعبد عشان ماتش خسرناه. الحمد لله الحمد لله، الزمالك كان كويس اداء نظرا للظروف اللي بيمر بيها الزمالك. يعني كتر خيرهم ان هم وصلوا النهائي، اصلا ما كناش متوقعين ان احنا نعدي بيراميدز.
كان نفسي نكسب النهارده، خصوصا ان الماتش والله كان سهل، والله كان سهل، مش تقليلا من الاهلي خالص والله، لكن الاهلي مش في احسن حالاته يعني. الاهلي حالته مش حلوه تمام، حالته الفنيه سيئه جدا. اي فريق بيقدر يلعب قصاده ويهاجمه ويضغطه بيقدر يسجل فيه ويقدر يكسب. معرفش ايه كان ايه الصعوبه في ان احنا نسجل حتى هدف النهارده. الحمد لله الحمد لله. كل الدعم لنادي الزمالك وفرقه الزمالك، كل الدعم لاحمد عبد الرؤوف اللي يتحمل جزء كبير من خساره النهارده، لكن الراجل ما تقدرش تشيله المسؤوليه كامله لانه ما لحقش يعمل حاجه. الفرقه فيها مشاكل كتير. اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله يكون في تطور، وان شاء الله الزمالك يعود للمسار الصحيح. وزي ما قلت لك لسه منافسه الدوري طويله، عندنا كونفدراليه، فان شاء الله